الطعامة، بصوا الجمال، بصوا الطعامة. شايفين ازاي ما شاء الله. الرز مفلفل وجميل ازاي، وريحته روعة، الفلفل مخلي الريحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهقنا ان احنا ناكل الحمام المحشي على طول، ده لما بيكون معانا فلوس طبعا. طيب هل في اكلة تاني دي؟ طبعا في اكلة تاني. هنعمل النهاردة باذن الله طاجن الرز المعمر بالحمام. يلا بينا. اول حاجة انا بجيب السمنة البلدي احطها، لان الحمام ما ينفعش انه يدخل في البرام ده او في الطاجن ده ني، لازم ينزل نص سوا. يلا بينا عند النار ونعمله مع بعض. بعد ما غسلت الحمام بهرته بالفلفل والملح ودعكته جوه بره علشان حتى يبقى متبل وطعمه جميل، حتى الكبد والقوانص بتاعته. يلا بينا. اهي السمنه البلدي، حط حبه حلوين كده، بصراحه ما بحطش انا زيت معاها، حبه سمنه حلوين اهو في الطاجن. استناها تسخن شويه صغيرين عشان الجلد ما يلزقش في الصينيه. لو عندك طاجن بتعمليه في الطاجن، لو عندك صينيه بتعمليه في الصينيه. بص خليني هنا ده شايفه اهي. الطاسه سخنت، هبتدي انزل بيهم واحده واحده. بسم الله اهو. ابتدي انا الحمام هشوحه الاول اهي. الكبد والقوانص اهي حطاها كمان اهي. بسم الله. عشان ما ينزلش في الرز وهو فيه ايه ني ودم وكده، بنزل اي حاجه فيه كده بيتشوح، وفي نفس التوقيت التشويح ده هيخليها تتقفل، الجلد يتقفل من جوه على العصاره بتاعتها وتبقى طريه جدا. هشوحه وارجع. من هنا لغايه ما الحمام بتاعنا وهو بيتشوح والفرن بتاعنا بيسخن، هنيجي بقى عشان نظبط ادي معلقه سمنه واحده بس. طب ليه معلقه واحده بس؟ المفروض احط كميه سمنه حلوه. هحط معلقه سمنه عشان انا هستعمل السمنه اللي بتشوح فيها الحمام. طيب وادي القشطه. لو انت عندك القشطه اللي باللبن بتحطيها، ما عندكيش بتشتري علب القشطه اللي زي دي. هي الناس فيه بتستعمل علبه، بس انا هستعمل علبتين عشان انا عايزاه دسم كده وغني. اهي ادي العلبه الثانيه. تمام. بحط لهم شويه ملح اهو قد ما انا هحتاج للرز. طبعا انا مخليه بالي ان انا كمان مبهره الحمام بملح وفلفل. تمام. هحط شويه فلفل. في ناس ما بتحبش الفلفل، بس بصراحه يا حمام يعني فلفل، فانا هحط حبه فلفل حلوين عشان يدوني اساس الحمام. تمام. هنا اهو احط حبه كزبره، مش هكتر في بهارات علشان ما تغيرليش الطعم، وابتدي اقلب وادعك كل ده ببعض. ادعكه كويس وارجع له. هنا بقى انا جيت اشوح الحمام واديله تحميره حلوه على اساس ان يبقى نص سوا، عشان لما انزله جوه الرز ما يبقاش خلاص بقى فيه دم، ويبقى اللحم يستوي بسهوله، وكان ما شاء الله ما شاء الله خرافه، تاكلي منه ما تشبعيش. طب لو انت هتقولي لي ليه الراس سايباها، هقول لك انا سايبه الراس علشان تفضل سايبالي الجلد بتاع الرقبه مشدود، بدل ما يبقى يكرمش من على الرقبه فيتزحلق لتحت. وبعد كده اللي عايز ياكل المخ بتاعها ياكله، اللي عايز يرميها يرميها. الفكره انها بتخلي الجلد بتاع الرقبه مشدود. تقليبه محترمه مع السمنه البلدي والقشطه والملح والفلفل والكزبره. عايزه تحطي بهارات تاني هو كل واحد حر، بس هي اللفته ان انا بعد ما غسلت الرز نقعته في حبه ميه صغيرين ما فيش 10 دقايق، ورحت شطفته شطفه تانيه عشان يبقى الرز طري معايا كده. في هروح ادي تقليبه الحمام، ولو لقيته جاهز هوريهولكم، اجيبه واوريهولكم. يلا.
اهو الحمام ادي شوحناه بقى نص سوا كده، سيبناه. ابتدي اطلع اهو. طبعا السمنه اللي من تحت دي كلها انا هستخدمها الكبده. هطلع عشان بس ما تلسعش وارجع لكم اهي. طبعا السمنه دي طبعا هتبقى طعمها روعه، هستفيد بيها اني هضيفها على الحمام اللي فيها ده فلفل والبهارات اللي انا كنت حاطاها عليه. ونخلط نخلط نخلط نخلط. بصوا بقى انا قلبت ايه، قلبت السمنه اللي بتاعت التحمير البلدي مع السمنه اللي كانت انا حطاها مع القشطه على الرز. طبعا انا حاطه الملح، زمان الملح اللي كان جواه دلوقتي ايه داب وهيبقى مملح تمام، بدل ما ارش فوق يبقى فيها حته فيها ملح حته مش فيها ملح. هنبتدي نجمع المكونات. اول حاجه هحط رز، بس مش هعمل كتير. ليه؟ عشان ايه ما يبقاش مكبوس من تحت. انا بس هفرد شويه تحت الحمام عشان كله يبقى مغطي الحمام في الفرن، عشان ما يطلعش اللي من تحت مع تقل الحمام يطلع مثلا معجن. طبعا انت هتحسيه فيه شويه غموقيه عشان انا قلت لك انا حاطه فيه فلفل، اللي ما بيحبوش بالفلفل. بس بصراحه انا بحس الحمام حمام بالفلفل. اهو عملت كده الراق اللي هنزل عليه. تاكلوه بالهنا يا رب. ها، وابتدي انزل بالحمام بتاعي اهو ما شاء الله. اهو ادي الحمام. وطبعا الكبد والقوانص بوزعها كده في النص عشان تبقى ايه تطرى، بدل ما هي اتحمرت وتقرقشت. بس انا كده عندي الحمام بتاعي اهو نص سوا. وزعت سمنه مش ميه. ايه سمنه. ووزعت طبعا متحمر في السمنه البلدي ما شاء الله اهو. وابتدي انزل عليه ببقيه الرز اللي عندي. هتدفنيه؟ اهو. طبعا دي اكله فلاحي وصعيدي، عشان الصعايده والفلاحين هم اكتر ناس بيعشقوا اكل الطواجن. دي اللبن، وابتدي احط اللبن اهو شايفه، وادي لبن تاني اهو. بس ما شاء الله اهو. وباجي اهزها هزه خفيفه كده. انا الطاجن ده او الصينيه دي هو الطاجن كده. انا الطاجن ده اخد معايا كيلو وشويه لبن. خلاص اهو. عايزه تحطي قشطه وسمنه بلدي تاني على الوش ده براحتك، عايزه اللي انت عايزه تضيفيه ضيفيه. انا دي كده وهدخل احطها على صينيه بس عشان لو فارت ولا اي حاجه تنزل في الصينيه ما تبوظش البوتاجاز، وهدخلها الفرن ولما تحمر هجيبها اوريها لكم باذن الله. بصوا الجمال، بصوا الطعامه، بصوا الجمال، بصوا الطعامه. ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا الجمال ما شاء الله. بصوا شايفين ازاي ما شاء الله. الرز مفلفل وجميل ازاي، وريحته روعه. الفلفل مخلي الريحه خرافه. اهي والقنصه اهي
بيحب القنصة اهي. طريقته بقت جميلة ازاي بعد ما كانت متحمرة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا ما شاء الله. شايفين الرز حلو كمان مفلفل ازاي؟ الرزاية اهي. تعالوا كلوا معانا، يلا نتقابل في اكلة جديدة ان شاء الله.